أهلا بكم في حلقة جديدة من شرح السي شارب. في البداية أحب أشكر كل الناس اللي دخلت تسأل عليا، وأحب أعتذر برضو عن التأخير ده، معلش كانت فترة ضغوطات شوية، وإن شاء الله هنحاول ننزل بانتظام. تمام، للي ما يعرفنيش أنا اسمي فادي، أنا فول ستاك ديفلوبر، ولو مهتم تتعلم المسار ده من البرمجة طبعا تابعني، ولو ما اتفرجتش على الفيديوهات اللي فاتت روح اتفرج عليها. ويلا بينا من غير ما اطول عليكم، يلا نروح للبرنامج بتاعنا. طبعا احنا وصلنا للبرنامج. النهارده هنتكلم عن ايه؟ النهارده هنتكلم عن سويتش. ايه سويتش دي؟ سويتش دي يعتبر جزء من اف، وبرضو بنعمل بيها الحاجات المنطقية اللي كنا بنعملها اف، يعني نديها شرط ولو اتحقق تدينا حاجة معينة او تنفذ امر معين، ولو ما اتحققش خلاص. بس ايه الفرق بين اف وسويتش؟ دلوقتي احنا مثلا ادينا مثال، قلنا ان احنا جينا عملنا variable وعملنا عليه اف، يعني لو، وقلنا له دلوقتي ان لو الفاريبل ده بيساوي مثلا 5 اعمل امر معين او اطبع كلمة هلو. تمام. دلوقتي الحاجة المنطقية اللي هيكون فيها او الحالة المنطقية اللي هيكون فيها الاف بترو، اللي هي مثلا ان الفاريبل بيكون ب5. بس ايه الحالة اللي يكون فيها فولس؟ فكر كده، هتلاقي الحالة دي ان الفاريبل يكون 1 2 3 4، مش 5، بعد كده 6 7 8 الى ما شاء الله. فده معناه ايه؟ معناه ان انت بتشوف بتديله حاجة، لو اتحققت هيديك حاجة، لو ما اتحققتش مش هيديك اي حاجة. على عكس سويتش. سويتش هنا بتكون انت عارف عدد الحالات وبتبرانش ما بينهم. يعني هنا في سويتش بتكون عارف، مثلا بتديله تقول له مثلا لو 1 تعمل كذا، لو 2 تعمل كذا، لو 3 تعمل كذا، مفيش مثلا لو مش 5 لو مش 6. دي طبعا هنشوفه دلوقتي بالمثال وهنفهم اكتر ان شاء الله. دلوقتي لو احنا عملنا انتجر مثلا وسميناه مثلا WWE، ورحنا قفلنا وقلنا له هنا سي دبليو دبل تاب، اللي هو تدوس على التاب مرتين، نقول له مثلا بليز insert any num from 1 مثلا to 7. تمام. وهنيجي هنا هنقول له console dot read line، فاتحين دول جايين قافلينها. انا بقول لك بطريقه مبسطه علشان تفهم انا بعمل ايه. وجينا قلنا له ان WWE اللي احنا عاملينها دي بتساوي int علشان نحولها int dot parse، واحنا حاطينها في القوسين دول وتمام. هنا هنعمل بقى switch. switch بتكتب ازاي؟ اس دبليو اهي switch، دوس دبل تاب كده بقى عندك. بص هو هنا حتى بيقول لك ايه، هنا قال لك switch اهي. تمام. هنا بيقول لك switch on، هيعمل switch على. هنا احنا هنقول له اعمل switch على الفاريبل اللي احنا مديهولك اللي هو WWE. تمام. ركز معايا بقى هنا، نوسع دي كده شويه وننزل تحت سيكا ونشوف. امسح دي ملهاش لازمه. تمام. سويتش بتتكون من ايه؟ سويتش بتتكون من كيس، بعد كده نديله هيعمل ايه لما الكيس دي تحصل، بعد كده بريك. ركز معايا. اول حاجه مثلا نقول كيس 1، ونروح عاملين دي مش سيمي كولون، دي مش سيمي كولون، دي نقطتين فوق بعض. ركز معايا. وبعد كده هنجيله هنا اقول له كونسول او سي دبليو، يطبع لي مثلا ايه هلو، وتروح جاي هنا قايل له بريك. كده هيعمل ايه؟ كده كيس يعني الحالة الأولى هي لما يديله 1، يعني لما يكتب 1 هيطبع له مثلا هلو. مثلا تروح جاي كده مثلا هدي كنترول سي كنترول في، مثلا كيس 2 قول له مثلا هلو نمبر 2، تروح جاي هنا مثلا كنترول في كيس
3 كيس 4. طبعا هي ليه مديرة معاك ايرور؟ عشان هنا دي كل الكيسات زي بعض. يعني ايه؟ يعني لما يديله واحد زي لما يديله واحد؟ لا ما ينفعش. لما يديله واحد مثلا غير لما يديله اتنين، غير لما يديله تلاتة، غير لما يديله أربعة. كيس 6. هنا آخر حاجة كيس 7. هنا مثلا hello number 2، دي hello number 3، دي hello number 4، دي hello number 5 دي. هنا دلوقتي لو جينا دوسنا كنترول F5 اهو، هنا مثلا بيجي يقولك please insert any number from 1 to 7. مثلا لو قلتله 6 hello number 6. مثلا نعملها ندوس كنترول F5 تاني اهو please insert any number from 1 to 7. لو مثلا قلتله 3 hello number 3. ايه الحل هنا؟ ان هو هنا بيبرانش بالحاجات اللي احنا مدينها له. يعني مثلا دلوقتي انت مديله cases، ودي مش شرط ان هي تكون ارقام. يعني مثلا لو هنا عملته string اكتب له هنا الاسم وحطه ما بين دبل كوتس، مش صعب. بس كده كده احنا خلصنا تاني حاجة في سويتش. ويا رب يكون الدرس مفيد وسهل وعجبكم، وطبعا استنوا الجديد علشان هيكون احسن بكتير. ومرة تانية معلش التأخير، وشكرا ليكم ومع السلامة.